yamsahu bi ghairil yadi wa huwa bi kirkah min syafah wa ghairiha. Walau ghasala ra'sahu jaza amla wa huwa min afdalil wudu' aw sunnatil wudu' kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau wada'a yadahu mablulata wa lam yuharrikha hal yasihu amla? Tab'an yasihu jiddan. Zalhin sa'ubayinu lakum fardal kamis min furudil wudu'. يعني فرض الخامس يعني غسل الرجلين مع الكعبين. أما كيفيتها لا بد علينا عندما نغسل الرجلين أن نزيد فوق الكعبين يعني على حد الكعبين. لماذا؟ لإتمام الواجب بدليل القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا إذا كان الشخص يغسل رجليه في محل من الميضة مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع غفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم بنية التبرد أو التنظف. ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء فإنه لا يضر. هذا كلها من فرض الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين. فإن لم يكن المتوضئ مستخدما خفين أي لابسا خفين فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعات وأسماء زائدة كما سبق في اليدين. شكرا على استماعكم جميعا والعفو منكم ففاض علينا رحمة الله وتوفيقه ونحن من عباده الصالحين المقربين إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Man makaman bil lawadil Indonesia. Kesimpulannya min Allah